لونترينور. دونك كيما تنقولوا ممكن زعما ابتداء من الأسبوع المقبل غندخلوا الصفحة ديال تحية بن سلطان. دونك الآن غيتطرح السؤال شكون لو بروفيل اللي ممكن يخلف تحية بن سلطان. دونك حنا فهمتيني ضروري السؤال غيتطرح. السؤال غيتطرح أيضًا على الإدارة الرياضية باش تختار المدرب الأنسب. وهذا السؤال هذا هو اللي كان طرح أيضًا في الصيف من بعد الأخبار اللي كانت راجت وأنه مشى ما بقاش معنا السي بيبي. دونك هذا السؤال تطرح الآن. رجع السؤال اللي تطرح لو بروشان بروفيل ديال المدرب القادم ديال فريق النادي المكناسي واللي خصو يتختار بعناية، لأنه الانتخابات كثيرة للحزب السلطان. كاين تساؤلات أيضًا فاش تعيّن على الاختيار. دونك نمشي معاكم ونديرو واحد تور دو طابل، كل واحد يعطينا وجهة النظر ديالو على لو بروفيل اللي كيشوفو، اللي عنده شي اسم تيبان له فهمتيني. حنا ما تنديروش ترويج اسماء ولا شي حاجة ولا هادي، ماشي هذا هو دور البرنامج. وحنا حد الآن بعد 12 حلقة ما عمرنا جبنا شي اسم ان راه حتى دابا حتى شبه رسميا ان المدرب مابقاش معنا. عاد ممكن الان نهضروا ونناقشوا ونطرحوا الافكار، لانه ما جيناش حنا هنا باش نروجوا الاسماء ولا شي حاجه. لكن الديبا كيفرض علينا اننا نهضروا بطلاقه فهمتيني ونشوفوا حتى وجهه نظر ديال كل واحد فينا. دونك نبدا معاك خويا اسامه، نرجعوا لك في لو تور دو طابل. شنو التصور ديالك المرحله المقبله، لو بروفيل الانسب للمرحله المقبله ديال فريق النادي المكناسي؟ سورتو ما نساوش حنا راه وسط الموسم، ما عندناش وقيته كبيره ديال التحضير، رغم كاين واحد العقبه غتجي. ماشي كيف كتختار المدرب في الصيف ولا في الميركاتو الصيفي. بالنسبه لي اول كريتير اللي خص يكون في البروفيل ديال المدرب اللي جاي هو انه على الاقل غيكون مراكم دي زيكسبيريونس في دي كا اللي هما مماثلين في يعني فهمتي عمليه ديال الانقاذ ما يمكن انقاذه، وعمليه ديال الانفلونس اللي كتكون بطريقه اولا بوقت سريع جدا. انا بالنسبه لي البروفيل اللي خصو يكون وبروفيل اللي خصو يكون اولا يرجع الثقه للمحيط كامل، زعما ابرز مكون هو اللاعبين. بروفيل اللي يقدر انه يجمع الشمل ديال كاع المكونات، بروفيل اللي ما يكونش صدامي، بروفيل اللي يعرف كيفاش يتواصل، وبروفيل انا بالنسبه لي تكتيكمون اهم حاجه انا بالنسبه لي يكون بروفيل داكسيون ماشي د رياكسيون، لانه جربنا البروفيل د رياكسيون ما نجحاتش، ما صدقاتش، الامور مشات عكس ما يتمنى. انا كنحط راسي في الجلباب ديال الاداره الرياضيه في الصيف، كيفاش انه كانوا كيتصوروا انه تكون عندك واحد المدرب ديال الرياكسيون باش انه على الاقل يتعامل مع المراحل الاولى والوسطى ديال الموسم، باش انه يحافظ يخلينا في ديك المرحله ديال الحفاظ والبقاء، وتبني عليها شي حاجه اللي تكون في الثلث الاخير ديال الموسم. ما صدقاتش بالنسبه لي انا في هاد السنتين 3 سنوات. مدربين اللي مشاو معنا مزيان ومشات معاهم الكره مزيان هما المدربين ديال لاكسيون. احمد زهير مدرب ديال لاكسيون، سي عزيز التنيبي مدرب ديال لاكسيون. يعني باش شنو كنقصد باكسيون؟ يعني هو اللي كيفرض الاسلوب ديال المقابله، هو اللي كيحاول يدوميني المقابله، انه ما كيابسوربيش الخصم الاخر او الخصم لادفيرسير اللي عندك في التيران، ما تيحاولش هو يابسوربيه ويدير عمليه ديال جس النبض وكنضيعوا الوقت حنا في 20 30 دقيقه في كل ماتش في الميطون الاولى. لا، بالنسبه لي انا عندنا لي زوتي في حدود امكانياتنا اننا نخلقوا واحد الاسلوب ديالنا في نظام لاعب اللي نقدروا اننا نبنيو عليه ونخلقوا دوك لي زوتوماتيزم اللي بقاو عندنا في السيزون كامل. واش عندي سميه انا في بالي؟ ما عنديش، واخا تكون عندي ما غاديش نقولها لقناعات شخصيه. انا اعرف الوسط الكروي المغربي وسط اللي فيه بزاف ديال التوكسيسيتي، يعني بزاف ديال العمليه ديال الربط، بزاف ديال العمليه ديال لا عقلانه، انه غادي يربطك بشي حاجه ويقول لك راه جاب شي، راه الناس تيهضروا على شي اسم مات اسم. فبالنسبه لي انا البروفيل اللي كنشوفه خصو يكون فيه هذا الشيء هذا، وابرز حاجه انه يكون بروفيل اللي ملهم على الاقل على انه يحط الفريق في واحد يعني الحاله ديال عرفتي داك المدربين اللي كيشعلوا الفريق، اللي كيحاول انه ما امكن انه يدوز ديك الثقه ديالو للفريق باش انه شوف نساو عليا المرحله السابقه، حنا دابا في واحد المرحله جديده غنديروا الماكسيموم اللي عندنا، اللي ما قادش
قلناها 100,000 مره اللي ما قادش ما يدخلش لهاد المعمعه هذه. حنا دابا في مرحله كذا يوصلها ليا لي زيكزامبل اللي دوزنا تيشفعوا لينا بهذا الشيء. انا شفناه وشفنا كيفاش انه طبقوا اللاعبين، طبقوا المدربين يعني لي بلون جو ديالهم اللي كانوا بغاو بواحد الطريقه معينه. فبالنسبه لي انا هذا هو البروفيل اللي باغي نشوف، بروفيل اللي يقدر يرجع لي الثقه في اقل مده ممكن. نعم، أسامة عطانا وجهة نظر ديالو، بروفيل داكسيون ماشي د رياكسيون. نمشي مع خويا هشام. دونك التصور ديالك المدرب، انت غدير راسك نقول في الجلباب ديال المدير الرياضي بين قوسين. كيفاش يكون الاختيار في نظرك انت كمدير رياضي مثلا في هذه الظرفيه هذه، في هذه الظروف هذه اللي كيعيشها الفريق، تيتسناوك مقابلات، كاين مدربين ديجا مع فرق اخرى ماشي متوفرين. كيفاش تكون وجهه النظر ديالك باش تختار هذا المدرب هذا في هذه الظرفيه هذه وينسجم مع الفريق وسط البطوله؟ وديجا ما يمكنش يدير ميركاتو دابا حاليا وسط الموسم، داكشي الامور. خويا حمزه، انا بغيت نهضر كهشام اكثر من انني كمحب وكمشجع النادي المكناسي، اكثر من اني كمدير رياضي. حيت المدير الرياضي ما له كامل السلطه وكامل الصلاحيه انه يدير مع هذه الامور. ولكن بغيت نهضر كهشام وكمحب النادي المكناسي. انا باختصار شديد انا مشي في نفس النهج اللي قال اسامه، تاع انه خصنا مدرب اللي كيكريي لو جو، ماشي لاعب ماشي مدرب اللي كيستقبل اللعب وما الى ذلك. مدرب اللي يحاول مجموعه ديال الامور اللي شفناه سابقا. والحاجه اللي بغيت نضيفها باش ما نمشيش في هذا الجانب بزاف زعما ديال الامور، بغيت نمشي لواحد الامور خارج في الاكسترا سبورتيف. هو انني اتمنى انه المدرب يكون بعيد كل البعد من الوسط ديال القطب، من الوسط، نسمي الامور بمسمياتها، الوسط الكازاوي. حيت الوسط الكازاوي تيجر لك واحد المجموعه ديال الاعلاميين، مجموعه ديال الضغوط، مجموعه ديال الامور اللي اتمنى اننا نبعدوا من هذه الطريقه هذه كامله، حيت طريقه عوجه. هذا راي اسامه، فهمتيني، ما راي يخصه راي هشام، رغم انه يناقش، فهمتيني. ممكن ما فهمتي اللي بغى يدوز معنا حتى هو يناقش هذا النقاش هذا، واللي بغى يرد مرحبا هشام، لانه فهمتي هذه نقطه. هذا فهمتي الراي ديال خونا هشام اللي كائما تيعاتنا اجا خويا حمزه، داك الوسط الى جا عندك واخا راه فهمتي، واخا لي بروفيل راه مقنع. كي جا داك الوسط نتمناو الصعود الموسم المقبل. فهمتي، واخا يجينا بين قوسين نقول لك راه المدربين قلال. الا جيتي اغلبيه المدربين تيخرجوا من ذاك الوسط. الا جيتي تحسبها زعما، الا جيتي تشوف زعما بالاعداد، راه اغلبيه تيخرجوا، فهمتي، من ذاك لونطوراج. هذا الشيء اللي انه المدربين في المغرب ما قليل كتلقى مدرب ديال البريمي ديفيزيون ولا ديال البريمي ديفيزيون، ما فهمتي ديال داك الوسط. حمزه غير باش ما يتفهمش سميتو، ما يتفهمش البلان اللي قال هشام بطريقه في شكل. قلتي في الاول هذاك الراي ديال اسامه، راه انا تنوافق هذا الراي 100%، وفايت زعما عبرت عليها. التجربه ديالنا راه ماشي زعما كنهضروا على الوسط كذا، التجربه ديالنا مع ذاك الوسط اثبت على انه واحد التجربه اللي كتخلق بزاف ديال واحد الديبا لي توكسيك. من حنا عندنا تجارب دابا، الكعبوب، الكا بن شريفه. انا فاش كنهضر على الوسط انا كنوسع شويه، انا كنهضر على الوسط سونتريك اللي هو رباط كازا، داك اللي كيكونوا لعبوا في الثلاثي، الجيش، الوداد، الرجاء، اللي كيكونوا من دوك الاوساط. الكاوش لا بالنسبه لي انا اللي خلق بزاف ديال التوكسيسيتي، زعما مع الاحترام لكاع هاد لي بروفيل هادو. فبالنسبه لي انا كنستني بعض الاسماء، ما غاديش نقولهم باش ما يتفهمش بانه انا كنعلي عليهم. انا كمشجع النادي المكناسي، تجربتي مع هذوك لي بروفيل انا كنعممش. لا انا ماشي بالسذاجه باش نعمم. انا كنقول على انه التجربه ديالنا مع هذاك الوسط قديما وحديثا كان واحد المدعاه لواحد النقاشات اللي كتكون توكسيك. علاش؟ لانه لما تتعاقد، هذه ديرها في بالك، راه ماشي شي حاجه اللي نورمالمون خارج المعادله ولا شي كذا. لما تتعاقد مع واحد من هذا الوسط هذا، راه كتجيب معاه جيش ديال الاعلام، وكتجيب معاه الجيش ديال المتابعين او الناس اللي كيبغيو يثبتوا شي حاجه. باش ما غاديش نسمي وما غاديش نقول، ولكن نعطيك غير امثله. مثلا غادي تمشي تجيب شي بروفيل اللي مثلا مطروح دابا، اللي كنسمع انه مطروح،
غادي تجيب معاه الناس اللي كيدافعوا اللي كيداقوا مع واحد الطرف اخر باش يثبتوا بانه هذاك المدرب كان عنده الحق الى اخره. نتمنى تكون فهمتوني. فانت انت كقدام وكالجمهور ديال القدام وكذا غادي تكون ملعب بين جوج ديال الاطراف. حنا بغينا نبعدوا من هذا الشيء تماما، حنا بغينا واحد البروفيل هادئ، وهذا الشيء اللي صدق لينا راه فاش مشينا غير كنمشيو من هذاك الوسط وكندوزوا الوسط اللي كيفهمنا وكنفهموه داك الشيء كامل، كاحمد زوير باغ اكزومبل والكا عزيز الدنيبي باغ اكزومبل، كنلقاو راحتنا حنا كنادي مكناسي، كنلقاو راحتنا مع مدربين اللي ما كيكونوش فيهم بزاف ديال الصدام، بزاف ديال الهضره، بزاف ديال لو شو. هادشي اللي بغينا نقصدو، فهمتي؟ وبدون ذكر اسماء، بدون تعميم، ولكن الواقع يفرض نفسه. فاش كتعاقد مع بروفيل من هذاك الوسط كتجيب معاه واحد الضغط هائل لمحاوله الاثبات وجهه نظر في صراعات لا تهمنا. وي هذه الثقة هي وجهة نظر تحترم، و سان كريتير اللي ممكن زعما يكون عنده اثر ديالو، لانه حتى المحيط كما تنشيروا لها ديما هشام اسامه راه تيلعب دور كبير، سورتو فهمتي راه دوز بروميير ديفيزيون، ضغط اعلامي اخر واشياء اخرى. دونك نمشي معاك عجاله اخويا اشرف. دونك وجهة نظر ديالك في البروفيل كيبان لك ممكن يكون انسب في هذه الظرفيه هذه، دونك ظرفيه خاصه وسط الموسم بعد الدوره 12. وهذا بالنسبه لي الكريتير الاول اللي خصو يكون في لونترينور اللي غادي يشدنا دابا، هو حيت كاينين واحد المجموعه ديال المدربين في المغرب، كاينه واحد الفئه اللي كتقول لك انا خصني هاد اللعابه باش ادابتي لو ستيل ديالي، خصنا نبعدوا من هاد لي بروفيل. حنا ديجا عندنا واحد التركيبه بشريه، خصنا نشوفوا شي مدرب اللي كيجي كيفيديري اللعابه، كيجمعهم وكيحاول يطبق الافكار ديالو بارابور اللعابه اللي عنده. كاينين مجموعه د المدربين تيقول لك لا خويا خصك تجيب لي هاد اللعابه عاد تهضر معايا على النتائج، هما اللي صالحين لو ستيل دو جو ديالي. حنا خصنا نبعدوا من هاد البروفيل، وما غاديش نخرج بزاف بارابور داكشي اللي قال اسامه وهشام. خصنا شي مدرب ديال لاكسيون ماشي ديال رياكسيون، اللي تكون الافكار ديالو واضحه واللي يكون عارف البطوله الوطنيه مزيان. ما خصناش بروفيل اجنبي بالنسبه لي اللي خصو بزاف ديال الوقت باش يتادابطا ويعرف اللاعبين د البطوله والفروق والكونتكست. خصنا مدرب وطني اللي يكون هادشي كله عارفه، غادي يربحنا الوقت بزاف. وبالنسبه لي كما قلت الكريتير الاول هو مدرب اللي ما غاديش يفرض علينا بعض اللعابه باش يادابتي لو ستيل ديالو. وكما قلت انا الراي ديالي شخصي بالنسبه لي هي اللي غادي تبين هادشي بيناتنا. نقدر نكون غلط، انا كيبان لي بالنسبه لهاد التشكيله هذه اللي عندنا الا طحنا في شي بروفيل مزيان، عندنا 11 تيتولير وعندنا واحد 3 ولا 4 ديال اللعابه اللي غادي يكونوا مزيانين فرون بلاسمون. لقينا شي مدرب اللي يوظفهم مزيان كما كنقولوا بيعصر داكشي كامل في اللعابه باش يعطيو اعلى مستوى ديالهم، راه نقدروا نمشيو مزيان. كما راه شار ليها هشام، راه العام فايت طلعنا ب 13 ولا 14 لاعب، وكان مجموعه ديال اللاعبين اللي شفنا الاداء ديالهم تطور بزاف. خصنا مدرب اللي خرج لنا لو ماكسيموم من اللعابه بالنسبه للنظره ديالي بارابور لهاد التشكيله اللي عندنا وهاد التركيبه. الا طحنا في شي بروفيل مزيان نقدروا نمشيو مزيان. نعم فممكن هذه تكون هي فهمتي ما توجه انه فهمتي زعما كما تنقولوا في الظرفيه الحاليه خصك زعما مدرب اللي يكون فيديراتور، لانه يجمع لك الجروب، لانه زعما تيدخل الشك من بعد هذه الفترات هذه. خص يجمع سورتو تنلاحظوا حتى الضغط يكون في الملعب الشرفي، انه راه شفنا بدا الضغط في هذا الماتش هذا، انه خص يكون بسرعه ينسجم مع الاجواء، يصبر شويه، يجمع اللعابه، يعرف زعما يكون عنده سورتو الكوتي بسيتيك باش يعرف زعما يكون له ديسكور ديالو مزيان في لي فيستير، يحمس اللعابه، يعرف انه كيفاش يكوتشيهم ذهنيا باش يخرج منهم زعما مجموعه من الامور والماكسيموم. دونك نبقاو نشوفوا الراي ديال امين في هذه القضيه هذه. امين الراي ديالك انت في البروشان بروفيل اللي خص زعما يكون في مدرب ديال فريق النادي الرياضي المكناسي خلفا لعبد الحليم السلطان؟ اخويا حمزه الصراحه انا غادي نختلف شويه مع الدراري على البروفيل ديال المدرب. بالنسبه لي واش نجيبو مدرب اللي غيدير لاكسيون ولا رياكسيون، هذيك المساله اللي كتبقى ثانويه، مساله اللي بالنسبه لي بين قوسين
واخا غادي يمكن تجيكم غريبه ولكن مازال عليها الوقت. ربما داك النوع ديال المدربين كتحتاجو فاش كتبقى عارف 10 دورات ولا 11 دوره وانت تقريبا في المركز الاخر ولا ما قبل الاخر، خصك واحد المدرب اللي عنده واحد لو ستيل دو جو اوفونسيف باش تمشي تقلب على النقاط. حنا باقي ما وصلناش لهاد المرحله هذه، ولكن بالنسبه ليا بالخصوص خاص مدرب اللي تكون الشخصيه ديالو قويه، خاص مدرب اللي تكون الكلمه ديالو مسموعه في الفيستير، لانه كنظن بان هاد الماتشات الاخرين والتعامل ديال اللاعبين مع الماتشات الاخرين كيبين بانه بن سلطان ما كانش قادر يجمع هاد الجروب هذا. انا بالنسبه لي خص مدرب اللي تكون عنده شخصيه قويه، مدرب اللي يحترموا اللاعبين، مدرب اللي اللاعبين يلعبوا على ودو. هذا هو لو بروفيل اللي خصنا دابا. ابري راه مازال 18 مقابله تقريبا اللي باقا، راه مازال عندنا فين ناخذوا النقط. مدرب باقي عنده الوقت فين يخدم بان ستيل اوفونسيف بان ستيل ديفونسيف، يلعب لي ترانزيسيون. هاد الهضره بالنسبه لي باقا ثانوي، مازال ما عليهاش الهضره دابا. بالنسبه لي اهم كريتير اللي خصو يكون في المدرب القادم هو ان تكون الشخصيه ديالو قويه ويقدر يجمع الفيستير ويجمع اللعابه ويلعبوا على وده وعلى ود الجمهور. هذا هو بالنسبه لي البروفيل اللي نتمنى انني نشوفه في القادم في الماتشات اللي واضحه خويا امين. ترى غنعطينا انطلاقا من هذا الشيء اللي قلنا بمجموعه من الحلقات، وهذا الشيء سورتو اللي وصلنا ليه حاليا. يمكن نعطيكم الراي ديالي، لكن قبل من ذلك ناخذ بعض الاتصالات باش ناخذوا لينا فريمون معنا لي ميساج، فريمون دي ميساج بزاف. ضروري ندوزو الماكسيموم ديال لي زابيل. شوفوا معنا منير من المكناس. انا منير انه زعما اللي صيفط لنا ميساج يبقى ديما قريب التليفون ديالو باش يمر معنا بسرعه. ما تيجاوبناش. نشوفوا معنا مهدي من المكناس. معنا مهدي من المكناس. مهدي مرحبا بك معنا في بودكاست كوديم تورك. اولا تنشكركم خويا حمزه. شكرا لك. الخوف ديالي على المدرب خويا، انا تنظن ان المدرب اللي خصو يجي في هذه الفتره هذه خصو يكون مدرب اللي عنده علاقه زعما مع مكناس، ولا على الاقل يكون تيحس بالتاريخ ديال المدينه، لان خصنا المدرب اللي يخدم على النفسيه. حقاش كتعرفوا ان البطوله الوطنيه ما فيهاش تاكتيك بزاف، ما فيهاش الاداء، ما كتعتمد على شي حوايج اللي هما خارجين على كره القدم. يعني الا جا واحد المدرب، نعطي مثال، انا بالنسبه لي مثلا كهشام الادريسي اللي كان عنده واحد ليستوار، وكان عنده واحد سميتو، هو ديما كنا كنشوفه في البرامج وكاع في اللقاءات ديالو، دائما عنده واحد الرابط مع المدينه ومع الجمهور. يعني هذاك المدرب حيت غتجيبو وكون اكيد انه غيحاول يرد الجميل ويحاول يعطي ما عنده باش ديك الصوره اللي كانت عنده ديما تبقى. وكنعرفوا ان مثلا كهشام الادريسي راه راكب واحد الخبره كبيره، لا مع لا مع موتا كمساعد، لا مع بزاف د الفرق سميتو. يعني مدرب اللي غيفيدنا، ومدرب اللي كيبغي المدينه ويقدر يعطي اكثر. والحاجه اللي بغيت ندوي عليها ان حيت يحاولوا يديروا يعني يتعاقدوا مع واحد المدرب، يحاولوا يكونوا دي زوبجيكتيف نورمالمون. بحال دابا هذا بن سلطان، حنا شفت التدخل ديالو معاكم وكان تيقول لكم مثلا انا راني مزيان، راني مكلاسي، واخا مكلاسي مثلا 13 ولا 14، راه كتشوف الماس راه بعيده عليا. واش فهمتي بغيت نقصد؟ تيقول راه بعيده عليا 13 نقطه ولا بعيد 3 النقاط، ولكن راه حنا غنطيحوا ولا بقينا في ديك 13. واخا مثلا سالي اخويا البطوله تلعب 30 دوره ولقاوك سيدي انت عندك في المركز مثلا 15، والثانيه عندها مثلا واحد العدد النقاط اللي فايتك غير بجوج ولا ثلاثه، راه غنطيحوا. يعني خص لي زوبجيكتيف يكونوا فيكتي مزيان. مثلا انت ب 10 دورات خصك تجيب لي هذا العدد ديال النقاط. وكذلك المدرب اللي غيجي جديد خاصك تفيكتي معاه واحد لوبجيكتيف، ماشي غادي تجي انت وغتبقى تلعب معاه هكاك ويقول لك لا حنا مزيانين، راه تعادلنا مع الرجاء، تعادلنا مع، يعني خص يكونوا اوبجيكتيف عنده علاقه مع النقاط وعنده مع سميتو وتتواصل. اخويا حمزه، انا تلاحظوا ان انا باش ما بغيت نهضر على هذه حيت مع الوقت قليل، بغيت ندوي على بزاف د الحوايج. تا خويا حمزه العكس نتاع الاداره السابقه كانت تتواصل. كنا تنشوفوا الرئيس السعرات على الاقل كان تيتواصل معنا، كان تيتواصل مع الجماهير الكنسيه، يعني تيطمنهم، تيعطيهم واحد الفكره. هذا الرئيس هذا حد الان مازال ما شفناش شي خروج ديالو، ما كيحاولش يدوي كاع. وهذا الصمت هذا انا شفت بان
الاداره بحال اللي قربات من الجمهور، دارت داك لونكيت نتاع اللي دارت نتاع الحافله اللي كنا كنقولوا واقيلا راه فريمون راه الاداره ولات كتفكر فينا، ولات كتعرف الجمهور شنو بغا. من بعد صافي بحال اللي ما بقاش داكشي، ما كاين لا تواصل لا والو. نتمناو ان ياخذوا بعين الاعتبار هاد الكريتير نتاع المدرب الناجح اللي خصو تكون عنده واحد العلاقه، ويجي يكون عنده البتيشيك، يخدم على البتيشيك بزاف. حيت حنا راه اللاعبين راه باش نقول لك راه لاعب ضرب الطاجه ولا الوداد ولا الجيش، راه بالنسبه لي كاليتي نتاع اللعابه راه تقريبا بحال الفرق اللي تيلعب لا موتيفاسيون اللي هي كتكون ماديه، وكذلك تتلعب له على البسيشيك. وتنشكركم بزاف، شكرا بزاف خويا حمزه. شكرا لك خويا مهدي. دونك كنتي معنا مباشره. دونك نتلاقاو بك ان شاء الله في حلقات اخرى. مازال النقاش مستمر في هذا الموسم هذا، في الموسم الثاني. دونك نمشيو ناخذوا ايضا بعجاله اتصال اخر. نمشيو نشوفوا معنا محمد من كندا. اتصال اخر. او دائما نهضروا على الرحيل ديال المدرب بن سلطان، وايضا وجهه النظر ديالكم في البروشان بروفيل اللي كيبان لكم زعما لي كريتير اللي يكون فيهم انسب باش يكون مدرب مستقبلي فريق النادي المكناسي. محمد ما تيجاوبناش. نمشيو نشوفوا معنا عبد الهادي من مكناس. نتمنوا اي واحد صيفط لنا ميساج يبقى قريب من التليفون ديالو باش نمروا اكبر عدد ديال الاتصالات. ما يمكنش نتصلوا ويبقى التليفون كيسوني، فهمتي، لان كيضيع لنا وقت. دونك معنا عبد الهادي مرحبا بك معنا بودكاست قدم تورك. السلام عليكم أسامة، السلام عليك الضيوف ديالك الكرام. واحد على المدرب بن سلطان ما سنس الطريقة ديال اللعب مي بدا في القدم، ما سنس الطريقة ديال اللعب، ما سنس البروميزيو ديالو كاع تعتمد هو اوفونسيف. بغينا المدرب المقبل في النبي احسن بروفيل وير النبي، لحقاش هو اللي اشتغل معنا العام اللي فات، وعارف المدينه، وعارف كي يجمع الجروب، وعارف طريقه نعم خويا عبد الهادي. فهذه ميساج واضح. كان مجموعه من الاراء اللي كتمشي في هذا الاتجاه هذا. دونك كما قلتي مدرب ما كان تائه شويه تكتيكيا. سيدني استغل العام اللي فات، قال في الخمسه الدورات تشوفوا عنده الكلمه تيشتغل تيخدم نيبي لا زال القدم مع اللعابه هادو، لحقاش 70% ديال اللعابه كانوا مع العام اللي فات تقريبا. نقول واحد 40% هكاك تقريبا اللي كانوا معنا. اغلبيه راهم مازال كانوا فريمون لوساتور ديال الفريق، راه اغلبيتهم راهم مازال بعد اللعابه الكاليتي مثل كلوس، مثل عنده كاليتي ما كانش عنده العام اللي فات. عنده اخلق انسجام، بلونزو تيعتمد هو صراحه قال تيعتمد هجوميا، لا برا لا داخل، يجيب نتائج اما برا اما لداخل. بعدا مع سيدني بما ما نشوفوش، نشوفو قدم مزيانه، ونشوفو سلوله. الا كان سيدني بي جا في هذا الوقت نشوفو القدم السلوله ان شاء الله. نعم. شكرا لك خويا عبد الهادي على الراي ديالك، على التدخل ديالك. دونك نتقابل ان شاء الله في حلقات مقبله. شكرا خويا عبد الهادي مكناس. معنا هذا التدخل ديال عبد الهادي. مازال ناخذ الاتصالات ديالكم في نهايه الحلقه. دونك فعلا عندنا دي ميساج كثار، نحاولوا غير اللي صيفطنا الميساج يبقى قريب من التليفون ديالو. دونك نقراو بعض التعليقات، نعطيكم الراي ديالي ايضا في كيفاش اختيار ديال المدرب المقبل. حسام قلنا خويا احترم رايك، ولكن القدم ما يصلحش ليها فاخر، لان فاخر كيبغي الانتدابات وحنا الميزانيه عندنا قلقت الحال. وقد شي واحد جاوب على شي واحد قال غير يوسف تيقول لنا نيبي، حيت بعد الصعود من هو كان بين التكتيك ديالو في مباراه 4 وعرفنا النادي كيلعب على الصعود ماشي تنقيط منذ الجوله الرابعه. وحتى الا شفنا اللعابه اللي كانوا عندنا اغلبهم مستوى عالي وفرطنا فيهم وجبنا لاعبين اللي ناقصين
هذا هو الراي ديال خونا يوسف. فيرس زهير تيقول المدربين اللي كاينين دابا محسوبين ومعروفين، وي فما عندناش اختيار كثير، راه ما كاينش بزاف ديال البروفيل اللي ممكن نختار منهم. كنشوفوا تعليقات اخرى. نتمنوا التعليق يكونوا شويه ارغيومونتي، اللي كتب لنا يفسر لنا شويه على سبب الاختيار ديالو والراي ديالو، باش يكون عنده واحد التفسير حسب الراي ديالو. كاين بزاف ديال التعاليق اللي كطالب ايضا بسيدني بي متفاخر كركاش. دونك كاين مجموعه هشام ادريسي، دونك كاين مجموعه من الاسماء المهم اللي كلها فهمتي كي عنده وجهه نظر ديالو. كاش بالمناسبه طارق سكيتيوي كره طارق سكيتيوي راه مع المنتخب المنتخب الاولمبي، دونك راه ما ماشي ديسبونيبل. وي خويا هشام زيمباور تا هو كاين. دونك كما قلنا فهمتي كاين دي بروفيل. وهذه القضيه فاش قلتي زيمباور كاين زعما ما نساوش راه كاين حتى واحد الغلاف مالي، دونك راه ما نساوش راه ماشي عندنا اختيارات جميع المدربين اللي في البطوله ولا فهمتي. راه كاين عندنا خي حمزه اللي يكون محصور، ما عندكش واحد لونفلوب كبيره بزاف لا تسجل فيها اي مدرب. وي بغيتي نلعب واقيلا السير يعقوب يخرج لنا بفيديو بحال البدراوي، واش عرفتي شحال كيتخلص زيمبور؟ هذاك تيتسناو هذا الفيديو فهمتي. الا بقيتي كتبدا شي اسماء عاوتاني ما كايناش. دونك غير باش نمروا مورا المحور الاخير، دونك باش نهضروا شويه على التنظيم. عطينا بعجاله الراي ديالي فهمتيني دابا فهمتي بالنسبه للاختيار ديال المدرب. بالنسبه لي اول مساله اللي خصنا نركزوا عليها هو من غير المساله ديال المدرب يصبر معنا، خصو يكون يجمع الجروب وداكشي اللي كانت من لي كريتير. لان فاش اختارينا المدرب في الاول على حسب سعد الحيلميني كنا اختارينا مدرب تعرف البطوله، مدرب اللي عارف يجمع الجروب، ما وقعلوش مشاكل مع الماس وداك الشيء. فاش كان زعما المشاكل كان مزيان. دونك هادو مدرب اللي عنده تجربه. ممكن كانوا لي 3 كريتير بالنسبه للسعد الحيلميني في اختيار ديالو ديال المدرب في بدايه الموسم. على ما اتذكر كانوا هذوما لي كريتير. بالنسبه لي كنا خصنا نركزوا على نقطه ضغط وما الى ذلك. نعم كريتير كان قال هو انه المدرب يعرف يتعامل مع الضغط بالرغم انه هي تقول لنا تقول لك كانوا مشاكل وستريس يعرف يتعامل معهم. دونك هذو كانوا ملي هاد المسائل الدراري غير سمحوا لي واقيلا ما عرفتش انا اللي ما عقلتش، ولكن التعاقد اولا واخيرا مع بن سلطان كان من الرئيس السابق. كان فقط التشاور مع لاميني على البروفيل ديال المدرب الا ما خفت نكذب. نو جو بونس ماشي هو اللي بروبوزا السميه ديال بن سلطان. نو هو الشيء اللي قلنا. لا باش نوضحوا خويا انا شي زعما فهمتي قبل ما نلتحق بينا وضحنا النقطه مزيان. السعد الحيلمي كان قال لنا هو ما كانش اختار، ماشي هو اللي اختار الانفصال على الدنيبي. دونك قال لنا ما اختاريش هذه القضيه هذه انه، ولكن في الاختيار ديال عبد الحي بن سلطان كان زعما فهمتي يساهم فيه السعد الحيلميني. وسورتو هو كان تيعرفوا فهمتيني بالنسبه لي فورماسيون ديال في المغرب اللي كان فهمتيني زعما كان فيهم السعد الحيلميني. دونك تعرفهم زعما شخصيا، اللي كان ما عنده معرفه شخصيه به بالشخصيه ديالو وداك الشيء اللي ساهم في الاختيار ديالو. وقال لنا هو كان دوز مسار مزيان مع الماس، وايضا تعرف البطوله الوطنيه باش زعما يكون واحد التشاور في الميركاتو وداك الشيء. هادو هما الاختيارات. وكان من الاسئله اللي طرحنا اللي غنرجع عليهم ونربط الفرس هو على البروجي سبورتيف. كنا قلنا واش الاختيار ديال المدرب كان بناء على واحد البروجي دو جو اللي غتلعب به الفريق، لان كنعرفوا من الادوار بالنسبه ليا ديال المدير الرياضي انه يساهم في الاختيار ديال واحد ليدونتيتي دو جو ديال النادي. الان مثلا ما عارفين شنو هو ليدونتيتي دو جو ديال النادي المكناسي. مع الدنيبي كانت تتبان لنا اون ليدونتيتي دو جو بدات تتكون. منين مشى الدنيبي بدينا عاوتاني كان طرح هذا السؤال واش نكملوا على حساب نفس لا فيلوزوفي دو جو الهجوميه اللي كانت عندنا والبناء وداك الشيء اللي كنا بدينا به، ولا غنبدلوا زعما لا فيلوزوفي جو اللي بغينا نمشيو بها. انا كنظن سؤال خصو يطرح دابا، ما تطرحش في الصيف نطرحو دابا. كيفاش بغينا الكوديم تلعب؟ خصني نكمل اخي هشام حتى نكمل ونعطيك الكلمه، لان هذه مساله مهمه. انا نكمل ونقول لك هذيك الكلمه ديال ليدونتيتي دو جو ديال النادي راه كلمه كبيره. لا غير باش نكمل انا غنفسرها. لان هذه هي مربط الفرس. خصنا هذه ما عندنا، خصنا نبداو بها هي الاولى. كيفاش بغينا الكوديم نشوفوها كتلعب؟ انا هذه هي النقطه الاولى. فاش نجاوبوا على هذا السؤال كيفاش بغينا الكوديم تلعب،
ديك الساعه غيبانوا لنا لي بروفيل اللي غاديين مع دوك لي زيد اللي حنا بغينا نمشيو بهم. لا وهاد المساله حمزه شنو هي السؤال ديالها؟ هي مثلا عطيني انت مثلا كيفاش بغيتي تشوف القدم كتلعب. اي واحد غادي تسولو غادي يقول لك بغيت تلعب تشوفها كتلعب كره مزيانه، كره هجوميه، استحواذ، انا ماركينز. كنظن الفرقه خصو هذه خدمه ديال المدير الرياضي هو اللي غتبان له على حساب زعما فهمتيني مكونات زعما التاريخ ديال الفريق، على حساب النوعيه ديال اللعابه، هو كيعرف مزيان نوعيه اللعابه اللي كاينين في لا ريجيون في المغرب، على حساب فهمتيني اللي البيدجي ديال ليكيب، على حساب فهمتيني المستقبل ديال الفريق. هذه القضيه هذه ماشي دابا نقدروا نوصلوا دابا، نقدروا نبداو على عبر مراحل، لكن راه ما كنتش تقاطعوني كل مره. خصني نكمل الفكره ديالي اخويا هشام باش ديك الساعه نعطيكم حتى ديك خصها الفكره ما خصهاش تقطع. انا نعطيك كلمه، انا نعطيك الكلمه. انا القضيه خصها تركزوا عليها لانه خصنا ان بروجي جو يديفينا. منين نديفينيو لو بروجي جو ديك الساعه غيبانوا لنا المدربين اللي يقدروا يمشيو معنا بداك الفكر ديال اللاعب. لان المشكل اللي وقع دابا مع السي عبد الحليم سلطان انه مدرب تائه، ما تعرفوش التكتيك اللي كيمشي به، ما تعرفوش فهمتيني الخطه اللي باغي يطبق. وفاش تفسونا في الحلقه كما قلت اسامه سنوطي ناخذ رياكسيون كاين هو تيمشي التكتيك ديالو على حساب الخصم، على حساب نوعيه الخصم، على حساب فين غادر المقابله، على حساب اطوار المقابله. حنا خصنا مدرب اللي يمشي فهمتيني يكون عنده تفكير واضح غادي مع التفكير ديال الفريق فين باغي يمشي، ونبداو نبنيو اون ايدونتيتي جو ونجيو مدرب ينتج مع هاد ايدونتيتي جو. انا هذه اللي خصها توضح لينا. وجاوبنا السي عبد الحليميني شنو هي ليدونتيتي جو اللي بغى يشوفها هو في النادي المكناسي وبغى يطبقها في هذه المرحله اللي هو فيها. ان هذه النقطه هذه مازال ما بنيناها. ما يمكنش كل مره نجيبوا مدرب كنا مع مدرب هجومي، جبنا عاوتاني مدرب بين قوسين عبد الحليم سلطان دو رياكسيون مدرب متحفظ. انا هذه ابرز ملاحظه بانت لي. دونك ما يمكنش نمشيو بهذه الطريقه هذه، خصنا نبنيو اون ايدونتيتي جو ويمشي معاها فهمتيني مدرب اللي يمشيو منتج مع ديك الايدونتيتي جو. انا هادشي اللي خصني نقول. وعاد زياده على مدرب يكون فيديراتور اللي يجبد لنا اللعابه يخدم لهم على المونطال ديالهم كوتي بسيشيك ونكملوا هذه القضيه هذه. انا كتبان لي هادشي اللي كاين. وبالنسبه للاسم ما كاين ما يشوف الاسماء اللي كاينين حاليا. انا كنفضل المدرب يكون شاب، ما يكونش مدرب عنده فهمتيني ما كبير في السن ولا شي حاجه، بغيت عقليه تكون شابه قريبه من اللاعبين لانها كتعاون في التواصل معهم وداك الشيء. وكنفضل المدرب اللي فهمتيني اللي قريب زعما من البطوله الوطنيه، درب سواء فهمتيني مع فرق فهمتيني متوسطه ولا فرق فهمتيني ما كبيره. ان حتى البيدجي ما يخليناش اننا نجيب مدرب زعما اللي دا زعما القاب مع في البطوله الوطنيه وداك الشيء، ان حتى البيدجي راه كيحدد هذه القضيه هذه. مدرب عنده طموح قريب من الفريق. انا بين قوسين مثلا ما بغيتش نذكر اسماء وما كنروجولهاش، لكن كيبان البروفيل مثلا ديال دنيبي الا بغينا نربحوا الوقت. مدرب اللي دار معنا خدمه كبيره مثلا في السنه الماضيه الا بغينا نربحوا الوقت، لاننا حنا ماشي في بدايه موسم ما عندناش ميركاتو. مدرب قام بعمل كبير وخلينا واحد 10 من اللوسات اللي كانت العام اللي فات يقدر يبان ان بروفيل اللي يكون صالح للمرحله الحاليه. وانا كنت هو فهمتي فاش حيدنا العام اللي فات راه زعما بحال واحد ما خليناش واحد القصه انها تكمل، ومدرب اللي خدم خدمه كبيره وجينا حيدنا هذه الخدمه هذه. كان الا وقعت زعما توافق ولا شي حاجه ممكن حتى تكون اون بيست. وكاين زعما الا كانوا اسماء اخرى اللي عندهم واحد البروجي جو واضح وواحد الافكار واضحه اللي غاده مع البروجي جو اللي بغينا نطبقوه. لانه فهمتي انا ما زعما في الجواب ديال السي عبد الحليميني ما اقتنعش فاش قال لنا انني ما كنطبقش على المدرب، ما نطبقش على الافكار ديالي. فاش سولنا على البروجي جو قال كان تخلي المدرب عطيت الوسائل كالعابه وداك الشيء جينا في ميركاتو هو يطبق لي زيد ديالو. انا كان خصنا نجيبوا مدرب بعدا منسجم مع الافكار ديالنا ولا بروجي جو اللي بغينا نلعبوا باش ديك الساعه. شنو هما الافكار ديالنا اخويا حمزه؟ شنو هما الافكار ديالنا؟ وهذه الخدمه هذه اللي خصو يديفينينا المدير الرياضي. هو يقول لنا هذه ايدونتيتي جو اللي بغينا نبنيوها في النادي المكناسي. اسمح لي اخويا حمزه هاد لان اللعيبه اي مرتبطه. غير اسمح لي هاد اللعيبه هذه اللي قلتي دابا كتكون مرتبطه. يسمح لي القضيه ديال انه البروجي سبورتيف فهاد القضيه هذه ديال انك تحاول تفرض واحد ليدونتيتي بين قوسين اللي جو بونس با اصلا كاينه في المغرب. انا بالنسبه لي انه كتكون مرتبطه حتى بالمدير التقني في العمليه ديال التكوين. يعني كتحتاج على الاقل واحد المدى المتوسط ديال 5 سنوات. دابا في موين تيرم نقدر نقول لك مثلا 5 سنين. ولكن حاليا دابا باش زعما ما نكذبوش على راسنا لو بروجي ديالنا سبورتيف، بروجي ديالنا ايكونوميك، البروجي ديالنا لوجيستيك وانستيتيونيل هو انه هذه الفرقه ما تطيحش. جو بونس انا هذا هو الشعار الاساسي ديال سميتو. واحد القضيه قال امين مشى واقيلا كان قال لي واحد القضيه ديال انه ما تيفضلش مثلا
المدرب ديال ها هو رجع المدرب ديال رياكسيون ولا اكسيون. باش نوضح انا شنو قصدت انا بمدرب ديال اكسيون، ما عنديش مشكل انا مدرب اكسيون يلعب لي ترانزيسيون، ما عنديش نهائيا المشكل، ولكن يعرف يميتريزيها. انا اللي قصدت بمشكل ديال المدرب ديال رياكسيون هو انه انا غنبقى نتسنى لادفيرسير كيفاش يلعب وانا نرد عليه. بانت بانه ما خداماش معنا، حنا ما خداماش معنا، بانت بالملموس. راه التجربه اللي كتحكم ماشي الافكار في السماء، التجربه كتحكم على انه ما خداملكش مدرب ديال رياكسيون اللي غادي يتسنى لادفيرسير شنو يدير باش هو يبني واحد البلون جو ديالو في المقابله. العام اللي فات علاش كان دنيبي كي اكسيلي بلا لا مانيير في لي ماتش ديالو، كنا طحنا قتلناه بحثا وتحليلا لهذا الموضوع هذا، لانه دنيبي كان تيدخل معك بلون ا فاش ما كيلقاهش خدام. انا ديما تنذكر، واخا واقيلا ما بقاش مسجل داك الماتش ديال الخريب كاع، سيروا تفرجوا فيه باش تعرف كيفاش انه نتايا مدرب ديال اكسيون. بالنسبه لي انا عندك هو وديال لوزمون اللي شفنا داك اللايف من ديك الجهه الاخرى. انا بالنسبه لي هذوك لي ماتش فهمتي عنوان مدرب ديال اكسيون. عندي دي بلون، عندي بلون بن سلطان اثبت لنا في اخر المطاف على انه ما عندوش بلون بي. البلون بي الوحيد ديالو كان هو جوج ستاوات ويدخلهم في الميليو. انا بالنسبه لي انا هذا هو اللي كان تيدير في اخر المطاف، يعني كان الاعتماد ديال التقميره ديال الاساسيه هو انه يماركي بيت وانه يعمر الميليو بجوج ديال الستاوات و اتونسيون يحفظ ربي كذا. فهمتي انا هذاك ماشي بلون جو، هذيك بطريقه ديال كترقع كتعمرها. فهمتي فهاد القضيه ديال ليدونتيتي دو جو اخويا حمزه انا متفق معك في عالم مثالي. بالعكس انا تنحييك وتنهز لك الشابو على هاد القضيه ديال ليدونتيتي دو جو. ولكن انا بالنسبه لي واسمح لي انا كتنشوفها في المغرب. بالنسبه لي انا في المغرب هاد ليدونتيتي دو جو وهاد الهويه هذه بالنسبه لي في المغرب خرافه، زعما اسمح لي خرافه. عرفتي علاش؟ لانه حتى الفرق الذين يدعون على انهم عندهم واحد ليدونتيتي دو جو دقه وداك الشيء راه ما كايناش. فهمتي راه ما كايناش هذه القضيه هذه. عطاوني مواسم اللي يكونوا يلعبوا بها ومواسم اخرى ما كانوش كاع كيلعبوا بها. انا متفق معك انه الكره في المغرب خصها توصل لواحد الوقيته ديال انه تكون عندنا واحد ليدونتيتي دو جو، ولكن بالنسبه لي الاهم انه كاملين راه حيتاش راه شوف راه خص الرساله توصل. نختم راه ما غاديش نخليو هذه الفرقه تطيح، راه لن نقبل انها تطيح. زعما هذا بالنسبه لي انا واش هذا هو الحاجه اللي خصها توصل لكل مسؤول في كل بلاصه في المدينه، واي حاجه كدور بالمدينه. ما تهضرش على الكوديم بوحدها، المدينه راك شفتوا دابا الكوديم فاش طلعت البريمير سيري شنو جابت لينا. ولينا داخلين حتى حنا في القضيه ديال كاس العالم وكاس افريقيا وهذا الشيء هذا اللي تنظم وهذه البنيه التحتيه اللي دابا بدا كيتستثمر. راه كل ما طلعناش ما كانوش كاع غيشوفوا جهتنا، ما كانوش غيشوفوا جهتنا. ولا طحنا راه ما يبقاوش كيشوفوا جهتنا عاوتاني. راه ما خصناش نطيحوا على الشعار ديالنا كاملين. انا ما هذه الفرقه ما خصهاش تطيح باش ما كان باش باي طريقه شرعيه كاينه. وانا خويا اسامه باش ما نطيحوش راه عندها علاقه بالكره. دابا لاحظت هذا العام هذا الحمد لله راه فهمتيني مكتب فهمتي راه منسجم عاطي جهدو. كاينه واحد الهيكله نقولوا شويه رياضيه، شنو مدير رياضي مدير تقني، الجمهور حتى هو فهمتيني تيحاول حتى هو يعاون. وكاين واحد ما لاحظوش شي انفلاتات ولا شي حاجه. دابا بقينا تنهضروا على سبورتي باش نبقاو دابا خصنا الكره. شحال قبل كنا تنقولوا وي كاينه الكره كاينه هذه، ولكن خصنا فهمتينا ما توقعش الشوشره ما يكونش الدعم. تلاحظوا انه تم واحد الالتفاف محيط الفريق تنقى. لكن دابا خصنا الكره. علاه حنا تناقشوا دابا في الكره؟ لان انا كيبان لي بدينا تلقى واحد ايدونتيتي. انا كيبان لي هذاك الشيء اللي شفنا عيبات مع سيد نيبي راه ممكن تقول لي وي راه فهمتي راه الفرق اللي لعبنا معاهم ماشي مثل الكاليب ديال البريمير ديفيزيون. لكن تتبان لك انا شحال هذه مشت فرقه كالنادي مكناسي انها كتلعب من الاول تجيب مدرب افكاره واضحه. انا باغي نلعب بهذا لو ستيل دو جو وكيموت مع افكاره وتيحاول فهمتيني يصحح وتيحاول يطور وغادي واحد الانسجام. كان ممكن مثلا نبنيو هذوك الافكار تيخطو خلينا واحد لوساتور ونبنيو عليها نكملوا. انا كيبان لي بانت لنا واحد النور كما قلت متفق مع خويا اسامه. قليل فاش تلقى في المغرب انه باش تبني ان بروجي جو وتبقى مكمل عليه وداك الشيء انها صعيبه. وتا في ميركاتو كيتبدلوا اللعابه والعقود وداك الشيء وتا باش تلقى مدرب منسجمين مع داك الشيء. ولكن انا كنظن مع سيد نيبي بدينا لقينا واحد يمكن واحد ايدونتيتي دو جو ديال فريق النادي المكناسي وسيرتو نجحات بلا غير لا مانيير. انا كنظن هذه كانت ممكن بدايه، ولكن ما كنفرضهاش انا في القضيه. لكن المدير الرياضي خصو يفكرنا في ايدونتيتي دو جو، وهذه من المهام ديالو نخدموا عليها. خصها تكون واضحه. انا خصني نعرف النادي المكناسي ها ايدونتيتي دو جو ديالو. الا ما وصلناش لهذه القضيه هذه انا كنظن راه كاين علامه استفهام. خصنا نوصلوا ايدونتيتي دو جو تبان لنا فكره واضحه. نعرف النادي المكناسي اشنو تيحاول يطبق وها المدربين اللي خصهم يجيونا في هذا الصنف هذا. سي حمزه هو شوف انا زعما
اتفق من واحد الناحيه، ولكن اختلف معك الطريقه نتاع كيفاش كتشرح الفكره خويا حمزه. هذه طريقه لعب ديال المدرب، ماشي طريقه لعب ديال النادي. فاش نهضروا على طريقه لعب النادي هي اللي يشرح لك خويا اسامه، هو انه تبدا بها من المدرسه وهي طالعه بنا. فاش نطلعوا ولد من لاكور عارف طريقه اللعب ديالنا كيف ما هي، يطلع ليكيب راه غادي ينسجم. وهذا الامر باش نشوفوه في الفرق الاوروبيه وما الى ذلك. دابا حنايا هنايا في المغرب ما كاينش. نرجعوا نعطيو مثال مثلا ديال اللي عطاه حمزه، ديال الفرق اللي كتتبنى، اللي عطاه اسامه، انه الفرق كتبني انك تلعب بواحد طريقه اللعب، وانه عندهم واحد العام اللي فات مثلا الرجاء مع زيمباور كتلعب كره ديال دقه دقه، مشى زيمباور وما بقاش هذيك دقه دقه. يعني فهمتي، هذا هو القضيه ديال المدرب، فهمتي، باش انه باش البروفيل، حيت البروفيل اللي جابو صار غير نافور مع البروفيل ديال زيمباور مثلا. الا بغيت نناقشوا فهمتيني ماتخا، ما بغيتش نسمي الفرق نهضروا على لكن لو شوا ديال واسع بزاف. فاش تهضر على ليدونتيتي دو جو، تهضر على واحد الطريقه، واحد الصوره راك واسعه، راه ترجع لذاك البوسان، راه تيتبنى على اساس انه من هنا واحد ل 10 سنين 12 عام غادي يدخل معاك يلعب بنفس طريقه اللعب اللي كيلعبوا بها اللي كيبقى حاليا. وهذا الامر راه صعيب انه باش نوصلوا فيه. ماشي بالضروره، ماشي بالضروره عندها علاقه فهمتيني واحد الجمله، انه كاين مجموعه من الفرق دابا في اوروب وداك الشيء، راه كتلقى في ليكيب ديالهم كتلقى جوج ولا ثلاثه اللعابه فهمتيني اللي كاينين من التكوين الفريق، راه كيجيبوا لاعبين تاهم من الميركاتو، ولكن الافكار اللي كيمشيو بهم راه تتكون واضحه فهمتيني. هما عندهم افكار، واخا كيجيبوا دي ريكروتمون، كيجيب ريكروتمون كيبني على دوك الافكار، والمدرب اللي غيجيبهم بهذاك التوجه. راه ماشي ضروري خصو يطلع 5 ولا 6 من الفرقه باش هما يبنيو له هذيك ليدونتيتي دو. انا بالنسبه لي كتبان لي هذه القضيه، وكاين ديكا. انا نعطيك مثال حمزه. لا حمزه، شوف انا كنقول لك على مثالي، انا متفق معك 100%. كما كتشوف كره، هذه الطريقه صحيه باش انك تشوف كره. انا متفق معك 100%. نعطيك مثال باش نوضح للناس شنو هي طريقه ليدونتيتي جو. مثلا قبل ما يجي راتكليف اللي شرا ال 25% ديال مانشستر يونايتد، يعني الكوتي سبورتيف المتعلق بالكره، قبل منها فاش كان جا راتكليف، هادو دي بروفيل ديال دي زونترينور. واخا نورمالمون راغنيك ما كانش، رالف راغنيك ما كانش هو نورمالمون ان اونترينور اللي نقدروا نقولوا اونترينور، هو كان واحد لانستركتور، واحد الفورماتور اللي هو كيحاول انستوري واحد ستيل دو جو. شنو كانت ليدونتيتي اللي حاولات اليونايتد ترجع ليها، وكانوا انهم انستوراوها في الكلوب باش انه يكون عندها انهم اللي بغى يجي غنبقاو نلعبوا ب 4-2-3-1. غنطلعوا من، وكان مشى فيها اوليغونار، وكان مشى فيها اللي جا موراه تنساو لي لي زونترينور، كان لا سولشكاير لا راغنيك لا تين هاغ، كلهم مشاو في البلان ديال 4-2-3-1 وقالوا بانه هذا مشروع رياضي بادين فيه من التحت، يعني من المدرسه، من الكارلين، من السونتر ديال الفورماسيون ديالهم. ولكن نقول لك واحد القضيه، النوادي بحال مثلا اليونايتد او النوادي الاوروبيه اللي كيتسموا تو بيك تو فيل، يعني اكبر من الفشل، ما يمكنش انك تشوف مثلا اليونايتد غطيح. مستحيل ان اليونايتد مثلا طيح، ليفربول طيح، سيتي، توتنهام، تشيلسي. علاش؟ لانهم تيتسموا تو بيك تو فيل، ما يمكنش. السته الكبار راهم كاينين تما. احنا ما عندناش هذه الرفاهيه مثلا ككوديم. واخا دابا مشيت مان اوروبا جيت لكذا، ولكن غير باش نفسر ليها، حنا وي ار نوت تو بيك تو فيل، حنا يلاه غادي نتمشاو، فهمتي؟ دونك انا نقول لك واحد المثال. دابا تقدر مثلا انت اخويا حمزه مثلا نعطيك مثلا هذا الجلباب ديال المدير الرياضي، وبغيتي تمشي للكوديم باش انك تانستوري واحد ليدونتيتي. اتفقنا مثلا مع واحد الاجتماع ديال لي تكنيسيان، مع لي انستركتور، مع لي فورماتور، باش اننا نديروا، عرفتي، طيح العام الاول سوف ينهار المشروع كله. ما يبقاو يعقلوا لك لا على ليدونتيتي، لا على فهمتي، لا على الطريقه ديال اللعب، لا على حتى شي حاجه، كلشي غير تماما. لا هذا هو مربط الفرس اسامه، لحقاش كنحاولوا نتخيلوا شي حاجه، ولكن واش عندنا الموارد ديالها؟ واش حنا ضامنين مثلا اننا الا مشينا في واحد لو ستيل دو جو، درنا عقلنا ودرنا واحد لا ريونيون كبيره مع الستاف مع الاداره، واخا حنا غادي نلعبوا هاد الكره واش حنا مثلا ضامنين بانه لا قدر الله داك لو ستيل ما مشاش معنا، وخصو واحد الوقت كبير باش يتاسطورا، باش يجي مدرب باش تكمل عليه؟ لحقاش تقدر مثلا تبداه واحد العام ويكون عندك اللاعبين ديالو، عام اخر الانتدابات ما يكونوش مزيانين وتلقى راسك تحتي مثلا. واش الجمهور مثلا ولا انت عندك موارد كبر باش انك تستمر في ذاك المشروع، وتقدر مثلا تدوز عام وعامين في الدوزيام ديفيزيون وتعاود ترجع للبريمير ديفيزيون وتقدر تعاود طيح وتعاود ترجع؟ واش حنا قادرين نتحملوا هذه المساله؟ هذا هو السؤال. اسمح لي اسامه نحاولوا. لا قلت غير واحد الحاجه، قلت زعما نجاوب امين، نقول له غير والله ما يعقلوا عليك اخويا حمزه، والله ما يعقلوا عليك. وشوف نقول لك واحد القضيه، غتخرج واحد
وجا واحد الانسان فيلسوف بغى يتفلسف علينا، فهمتي شنو بغيت نقول؟ نوصل لك انا متفق معك، انا هذه الكره مثاليه، أيوه انا فهمتي. الطريقه باش أنا كتشوف هذه القضية الكره فهمتي طريقه نعطيني. صحيه، فهمتي غير التايمين اللي أنا شويه داير. وهو التايم انا فهمتي، انا كتبان لي فهمتي حنا العكس دابا اللي درنا ما ايدونتيفيناهاش، وحنا فهمتينا ما غاديينش في المسار اللي هو حد الان صحيح. فهمتينا راه حنا فهمتي ما حنا درنا ايدونتيتي دو جو، ما حنا فهمتيني درنا فهمتيني بدلنا شي حاجه. هذا هي الخايبه، راه خايبه تقدر تطيح وانت لا ايدونتيتي دو جو لا حاجه. راه فهمتي راه هذه راه كاينه في هذا السيناريو، على الاقل تكون حاولتي. هو انا كنظن الا بنيتي افكار منطقيه وجبتي لاعبين بديك الافكار المنطقيه اللي عندك وجبتي مدرب بهذيك الافكار المنطقيه، راه نسبه النجاح راه كتكون لقاش مشيتي بالمنطق، لان اللاعبين اللي غتجيب غاديين مع داك لو ستيل دو جو، المدرب غادي مع داك لو ستيل دو جو، والجمهور غتفهموا باش اصلا غيمشي معاك في ذاك لو ستيل دو جو، حيت افكار واضحه. تعرف حنا مدرب بن سلطان انا اللي كيديرونجيني افكارو غير واضحه ومشتته. انا هادشي اللي الاكثر حاجه ديرونجاتني هو ما وصلناش للاستقرار، وتا الافكار ماشي افكار اللي هي منسجمه، وما غاداش حتى مع الجمهور شنو باغي. انا تريدون تيتي جو خصها شويه تمشي مع شويه المحيط. انا واخا نفساتو بن سلطان، انا بن سلطان كان ممكن ينجح يكون مدرب رياكسيون ديال ترانزيسيون، ولكن راه الجمهور ما عمره اقتنع بديك ايدونتيتي. مثلا نقول الا فسرنا بين قوسين عنده ايدونتيتي بهذيك الطريقه، راه المحيط خصك انا كنجيني اختيار غير منسجم مع المحيط. ان لا الجمهور وشنو هو المحيط حمزه؟ شنو هو المحيط؟ عطي دابا هو سؤال 10 الجمهور، ديال هو الناس، الجمهور لا بصفه عامه بلاتي سول دابا 10 ديال انا الناس في شايف لي كومونتير، قول لهم كيفاش بغيتو يلعبوا. الا دوك 10 الناس كلهم غادي يتفقوا لك على بلون جو، هو بصفه صافي يا عامه، خويا نتفق معك 100%. هو شنو هو بصفه عامه المحيط؟ انا شنو هو تنقول لك الجمهور؟ شنو هو الجمهور؟ انا تنقول لو ان كاين واحد الاتفاق تنقول لك عام في المغرب اننا بغينا نشوفوا واحد الكره فهمتي اللي كتكون بلوتو كره هجوميه بين قوسين. فهمتيني هذه انا كيجيني واخا بن سلطان نكون نجح في النتائج، لكن الطريقه باش انك تلعب فوتبول زعما اللي هو متحفظ ترانزيسيون وداك الشيء ما غاداش مع حتى شنو باغي الجمهور، لان الجمهور ديما كيرجع لك لا ما تلعبوش كره تنطوعوا هادشي ما دخلاش زعما هادشي كان ممكن يطرا في شي بطوله اخرى في شي بلاد اخرى غاديين مع التفكير باغيين فهمتي هما النتيجه. لكن حتى حنا في المغرب تنبغيو هذاك لو جو فهمتيني اللي تيكون دو بوسيسيون ونمشيو فهمتي ونهاجموا، هذه داخله. ولاحظنا الجمهور كان مرتاح العام اللي فات مع الدنيب رغم كنا تنخسروا، تيقول لك وي راه انت راه لعبنا مزيان فهمتينا راه كنحاولوا داكشي. انا كنظن هذه داخله في التشكيل ديال ليدونسيتي دو جو، خاصها تاخذ هذه النقطه بعين الاعتبار. مثلا وكاين بزاف د الامور اللي ممكن تاخذهم لو بيدجي وهذه باش تقاد وتوصل لواحد الفكره، ولا قلت لكم انا النقطه اللي بدلنا الدنيبي ورانا كو بوسيبل نبداو واحد ليدونسيتي دو جو. انا كنظن هذه بين قوسين طولنا فيها، ماشي هي الموضوع ديال الحلقه اليوم لانه هذه خصها حلقه اخرى اللي نهضروا فهمتيني على التكوين، ونوصلكم ان شاء الله سي بوعلي يشرح لنا. ممكن يكون ان زعما اون ايدونتيتي دو جو ديجا تكونات ما نعرفوا زعما تكون بداوها في لي جون ولا شي حاجه، وكان قال لنا سعيد حيلميني راهم غيخدموا عليها في لي جون وداك الشيء. ممكن زعما يوضح لنا هذه القضيه هذه انها مساله مهمه. دونك ساعتين هضرنا فيها على القضيه ديال المدرب ديال الماتش اليوم.